بالشكل ده حبايبي العيش الشمسي طالع بأمانة ربنا خطير في الجمال. بصي اهو، حاجة يعني رائعة وبألف هنا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في قناة مارجو مامز كورنر مع تيتا ميري والأكل الصحي. النهاردة حبايبي آخر أسبوع في الصيام الرسل، والنهاردة هنعمل مع الأكلة بتاعتنا الشهية هنعمل العيش الشمسي. العيش الشمسي كان نفسي أعمله من زمان حقيقي، ويعني عملت عيش كتير وعملت حاجات كتير في القناة وتوست وجميع الأنواع ما عدا العيش الشمسي. والعيش الشمسي كانت الله يرحمها عمتي، كانت اول ما بتيجي من الصعيد بتجيب لنا زياره حاجات جميله، سمنه بلدي وحاجات حلوه قوي وطيور وحاجات جميله، وكانت بتجيب معاها كمان كانت بتجيب لنا العيش الشمسي ده. فانا حقيقي ما اول مره ان انا اعمله، فطالع بامانه بصي خفيف وطالع حلو جدا. ويلا بينا نشوف العيش الشمسي الصعيدي الاصلي هنعمله ازاي. يلا بينا. الشكل ده حبايبي العيش الشمسي طالع بامانه ربنا خطير في الجمال. بصي الشكل ده حبايبي العيش الشمسي طالع بامانه خطير في الجمال. اعزائي المشاهدين في قناه مارجو مامز كورنر مع تيتا ميري والاكل الصحي. دلوقتي حبايبي ده اخر اسبوع في صيام الرسل، وعايزين بقى نعمل اكل شهي جميل. هنعمل بدنجان عادي بطريقه سهله وبسيطه، وكمان كان عندي كيس بتاع شريمب طنبوره قليته. وهنعمل العيش ده العيش المصري العادي بتاعنا، وهنعمل منه كمان العيش الشمسي. العيش الشمسي كان نفسي اعمله حقيقي من زمان، فاهو هنعمله مع بعض في منتهى البساطه. وكمان عندنا سلمون، صينيه سلمون. يعني النهارده اكله جميله، بس هو البطل اللي فيها النهارده العيش الشمسي. العيش الشمسي هنعمله بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا. انا اول مره حقيقي ان انا اعمله، وحبيت ان انا اجربه معاكم. قلت لو هو نفع هزعلك الفيديو، لو هو ما نفعش مني خلاص يبقى مش هتشوفي الفيديو. لكن بامانه طالع احلى واطعم عيش شمسي في منتهى الطعام. النهارده حبايبي بعد ما عملت السمك وتبلته معاكم، دلوقتي عايزه اعمل عيش. فانا بكتب لك مقادير العيش لان انا عامله في القناه العيش اكتر من مره. فاهو انا هكتب لك المقادير بتاعته. اهو عيش دقيق ابيض مع دقيق اسمر، اهو بالشكل ده. فانا النهارده حقيقي عايزه اجرب العيش الشمسي، فاحنا هنعمل مع بعض رغيفين، وطلعوا حلوين هعرضهم لك، طلعوا وحشين يبقى مش هتشوفي الفيديو ده من الاساس. اهو عندي دقيق ابيض وعندي الرده اهي، وفي صينيه عاديه انا حطيت شويه رده وهنا دقيق ابيض، هاخد بقى حته من العجينه بالشكل ده حبايبي. احنا طبعا عشان انا اول مره ان انا اعمل العيش الشمسي فانا هجربه في رغيفين صغيرين الاول. اهو هحط كده اهو بالشكل ده. ده اول رغيف. هقطع تاني رغيف بالشكل ده حبايبي. ده تاني رغيف حبايبي. العجينه احنا بعد ما عجنت ما سبتش العجين يخمر ولا حاجه، بعد ما عجنت اهو خدت منه على طول دلوقتي بالشكل ده. بصي اهو بقى دي في الدقيق الابيض، هيبقى بالشكل ده في الدقيق الابيض اهو. وبعد كده على الدقيق الاسمر او على الرده، وهنحط كده، هنعمل كده بالشكل ده اهو. عملنا الرغيفين الشمسي بتوعنا، وبقيه العجين بقى انا دلوقتي هلمه وهغطيه بنقطه زيت وهسيبه يخمر. والشكل ده حبايبي لميت العجينه اهي برشه من الزيت اهو كده. ودلوقتي هنغطي العجين بتاعنا بتاع العيش ونسيبه يخمر، ونيجي للرغيفين الشمسي اللي بنعملهم مع بعض. دلوقتي اهو احنا حطيناهم على الرده، او هناخد عليهم رشه من الدقيق كده بالشكل ده اهو. بصي يا دوب مش هنبطط، هنعمل كده بالشكل ده. خلاص هنسيبهم بقى دلوقتي، هنسيبهم الرغيفين الشمسي مش هنغطيهم، هنسيبهم كده في الهواء على السفرة او على اي الكاونتر عندك، وهنغطي العيش بتاعنا العجينة بتاعتنا الباقية. حبايبي الرغيفين الشمسي انا اخدت الردة او الدقيق الاسمر، قصدي الردة او الدقيق الاسمر، وعملت كده. بصي عشان انا عايزاه الرغيف يبقى مدور
عملت كده اهو. بصي الردة حوالين الرغيف بالشكل ده اهو، بتعملي كده. ودلوقتي بقى هناخدهم وهنحطهم في الهواء. انا مش هغطيهم اساسا بالشكل ده حبايبي. ودلوقتي بقى هاخدهم هحطهم على الكاونتر او على السفرة، وهسيبهم يخمروا براحتهم بالشكل ده حبايبي. العيش الشمسي الرغيفين اللي احنا عاملينهم اهم، دلوقتي احنا سايبينهم ان هم بيخمروا من غير تغطية من غير اي شيء اهو بالشكل ده. وبقيه العيش اهو حطيته في البوله زي ما هو وغطيته، ودلوقتي خمر. دلوقتي جبت الرده او الدقيق الاسمر، وجبت الدقيق الابيض، وهنقطع الوحدات بتاعه العيش بتاعتنا حسب الحجم اللي احنا حابينه بالشكل ده حبايبي. اهم الرغيفين الشمسي اللي احنا مقطعينهم وسايبينهم في الهواء. وده العيش العادي فردناه على الرده اهي او دقيق اسمر مش هتفرق. وطبعا لما بنقطع الحته اول بنغمسها في الدقيق الابيض وبعدين بنحطها بالشكل ده. ودلوقتي بقى هنفردها، هنفرد الوحدات بتاعتنا. ودلوقتي يا حبايبي اهو الرغيفين الشمسي اللي احنا عاملينهم ومعرضينهم للهواء اهو، ده شكلهم. وده بقيه العجينه عملناها العيش البلدي بتاعنا العادي. ودلوقتي بقى هندخل العيش البلدي بتاعنا الفرن على درجة حرارة أعلى درجة عندك في الفرن. أنا هنا عندي درجة 500، هنحط العيش على درجة 500 والعيش العادي. لكن الشمسي هنسيبه لما يجف تماما، مش هندخله دلوقتي الفرن خالص. اهو حبايبي رجعنا للعيش الشمسي اهو بعد ما خبزت العيش العادي اهو. بصي بالسوكة بتاعت الشيش طاووق بنعمل كده بس ايه اهو على الحرف بتاعه اهو بالشكل ده. عملته كله اهو كده. بصي اهو هنعمله دور داير كده. انا حقيقي العيش الشمسي كانت عمتي الله يرحمها يعني لما كانت تيجي من الصعيد زياره كانت تجيبه لنا مع الزياره بتاعتها، فما كناش بنعمله خالص. لكن انا نفسي هفتني عليه وحبيت ان انا اعمله معاكم ونجربه اهو بالشكل ده. ودلوقتي بقى هندخله الفرن على درجة حرارة 350 بس. طبعا هنشيله من الردة دي وهنحطه في الصينية بالشكل ده حبايبي. العيش الشمسي اهو انا اخدته من على الردة لان انا حاطه ردة كتير، فانا اخدته بالراحة كده اهو بالشكل ده. ودلوقتي بقى هندخله الفرن على درجة حرارة 350 وهتاكلي احلى واطعم عيش شمسي اهو على درجة حرارة 350. ده حبايبي العيش الشمسي اهو برضو حطاه انا في النص الرف اللي في النص. دلوقتي هيستوي وهتاكلي احلى واطعم عيش شمسي. وهوريكي العيش العادي كله بعجينه. ده حبايبي اهو العيش العادي بصي طالع بامانه خطير في الجمال اهو. واللي عملنا منه كمان العيش الشمسي يعني حاجه خطيره في الجمال وبالف هنا. حبايبي العيش الشمسي بصي طالع بامانه خطير في الجمال اهو. بصي عيش شمسي رائع اهو وبألف هنا اهو، طري وجميل جدا وبأبسط طريقة عملناه وبألف هنا. باي باي. بالشكل ده حبايبي، بالشكل ده حبايبي نكون عملنا احلى حبايبي عندنا قطعة سلمون عليها سيل، وهنعملها مع بعض بتتبيلة خطيرة رائعة، وهنعملها بتتبيلة صيامية حلوة جدا جدا. والسلمون كله فيتامينات وبالاخص في الصيام. فدلوقتي بقى هنفتح الباج وهنتبلها مع بعض بالشكل ده حبايبي. قطعة السلمون اهي. دلوقتي بقى هنجيبها زي ما هي كده، هي بالجلدة بتاعتها اهي. دلوقتي بقى هنحطها كده في الصينية اهي بالشكل ده. ده حبايبي قطعة السلمون اهي انا قطعتها شققتها بالشكل ده، وهعملها طبعا على قد الصينيه. وبعد كده عندي كزبره او بقدونس اخضر، وعندي ليمون وتوم وكمون وكزبره ناشفين وماجي، وعندي بابريكا مدخنه دي النوع ده جميل جدا. وعندنا كمان الملح البنك ده صحي وجميل، وفلفل اسمر
وعندنا كمان توم باودر وبصل باودر، وممكن البابريكا دي برضو حلوة مش وحشة. اي نوع من البابريكا هي برضو بيدي للسمك طعم جميل. بالشكل ده حبايبي عندنا البهارات، عندنا توم فريش، وعندنا كزبرة ناشفة وكمون والملح البنك دوت، وعندنا فلفل اسمر وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وماجي. عندي البهارات دي، وعندنا ليمونتين وحزمة كزبرة خضراء، ودلوقتي بقى كمان حزمة، وعندنا كمان قرن فلفل ملون. هنحط كل الحاجات دي في الماشين وهنضربها على بعضها بالشكل ده حبايبي. انا عصرت الليمون على السمك، ودلوقتي بقى هنطحن البهارات بتاعتنا بالثوم والحاجات الحلوة اللي حطيناها بالشكل ده حبايبي. اهو عصرت الليمونتين على السلمون بالشكل ده، وبعد كده اخدت الثوم والبهارات والفلفل والخضره وطحنتهم حلو قوي قوي دلوقتي في الماشين. وبعد كده دلوقتي بقى هنحطهم على السمك بالشكل ده حبايبي. تبلت السلمون اهو، كل قطعه تبلتها من الناحيتين. ودلوقتي بقى عندي زيت الزيتون، هنحط رشه كده على كل واحده بالشكل ده حبايبي بعد ما حطيت الزيت على السلمون بالبهارات. ودلوقتي بقى هنغطي الصينيه وهنسيبها حوالي 10 دقايق ربع ساعه، وبعدين هندخلها الفرن. والسلمون مش بياخد وقت، يا دوب 10 دقايق ربع ساعه بكتير في الفرن، وهتاكلي احلى واطعم سلمون صحي صيامي 100 100. صينيه السلمون في الفرن حبايبي اهي. ودلوقتي بقى اهو العيش الشمسي في الفرن برضو اهو على درجة حرارة 350 حبايبي. بعد ما عملنا العيش دلوقتي انا كان عندي الشريمب الطنبورة في الفريزر، طلعته هقليه، وعندي بدنجانية كمان قطعتها وحطيتها رشيت عليها رشة ملح، وبعد كده اخدتها نفضتها من الملح ورحت متبلاها في الدقيق. ودلوقتي هنقليها بالشكل ده، مش هتشرب زيت، وهتعملي احلى واطعم اكل صيامي في منتهى الطعام. اهو قلينا البدنجانه بنقليها اهي، بنقلي البدنجانه اهو مع العيش الفريش مع الطنبوره مع هنا اهو العيش الشمسي اهو العيش الشمسي في الفرن مع صينيه السلمون ده حبايبي. العيش الشمسي طالع بامانه ربنا خطير في الجمال. بصي وبألف هنا. باي باي.